مش ممكن يكون عقله عمل كده من نفسه، عشان لو عقله كان اتأثر بالأربع فقرا اللي قرا عنهم في المخطوطة، فده معناه إن عقله هيخليه يتخيل إن 3 بس أجسامهم بتسيح، لأن الرابع هرب حسب نص المخطوطة. كتاب مخطوطة ابن إسحاق للكاتب حسن الجندي. لو أول مرة تشوفني فما تنساش تدخل تتفرج على الحلقة اللي قبل دي عشان تقدر تفهم الحلقة دي، وتعمل لي سبسكرايب وتفعل زر الجرس. ومش عايزين ننسى الحلم يا فنانين، مليون فنان جوه الملخص. أنا أشرف طه وده الملخص. يوسف كان بيتمنى في اللحظة دي إنه ما يلاقيهاش، عشان لو ما كانش لقاها كان يقدر يفسر الموضوع بسهولة. ولكن المشكلة إنه متأكد إنه مش بيهلوس، فبكل بساطة إنه يتقبل فكرة إنه معاه مخطوطة من الهوا. حاجة كده عاملة زي أفلام الرعب، لما يعرف إن البطل إن كل اللي حواليه أموات ويجري زي المجنون يقتل كل أبطال الفيلم وينقذ حبيبته. طالما إنه بيمثل دور البطل في الفيلم ده، طب مين هتكون حبيبته اللي هينقذها؟ لحد ما سمع صوت أمه بتنده من الصالة وبتقول له حبيبة زميلتك في الكلية عايزاك في التليفون. هي دي البطلة اللي المفروض ينقذها. ما قدرش يمسك نفسه من الضحك وهو رايح للصالة. الو، ازيك يا يوسف، عامل ايه؟ ما جيتش الكلية ليه النهارده؟ قال لها كنت في كلية الآداب بخلص شوية حاجات. بص يوسف وراه عشان يتأكد ان امه مشيت، ولما اطمن انها مشيت قال لها بصوت واطي وحشتيني. ردت عليه حبيبة وقالت له وانت كمان وحشتني، كنت بتعمل ايه في كلية آداب؟ قال لها ده موضوع يطول شرحه، هحكي لك عليه لما اشوفك، هستناكي بكره مكان ما بنتقابل. قفل يوسف المكالمة وقعد على الكرسي وهو بيفكر، مخه صافي دلوقتي كأن المكالمة دي نضفته من جوه. هو بيعشق حبيبة زميلته في الجامعة من ساعة ما شافها أول مرة. سمع يوسف أذان المغرب، قام واتوضى وراح الجامع وصلى، ورجع للبيت وقعد على الكمبيوتر بتاعه كالعادة، لحد ما رن عليه واحد صاحبه اسمه أحمد. قال له ازيك يا يوسف، عامل ايه؟ في حاجة جت في دماغي كده هتساعدنا كتير في موضوع مخطوطتك اللي بتدور على أصلها. يوسف قال له بجد؟ انجدني. أحمد قال له أنا عندي واحد قريبي عنده خبرة كبيرة في اللغات القديمة، وقرا كتير في السحر والتاريخ الأوروبي القديم وتاريخ الحضارات القديمة، فإيه رأيك نزوره ونوريله المخطوطة ويقول رأيه فيها؟ ممكن يفيدنا. يوسف قال له أنا موافق، إيه رأيك نتقابل بكرة الساعة 2 في المدرج في كلية حقوق وأكون خلصت محاضراتي؟ أحمد قال له جميل، اتفقنا، بس قبل ما أجيلك هتصل بيك عشان أتأكد إنك خلصت كل محاضراتك. انتهت المكالمة على الاتفاق ده. بعدها يوسف انتبه للي كان بيعمله، لحد ما جه في باله إنه ادى ميعاد لأحمد في نفس الميعاد اللي اداه لحبيبة. هيعمل إيه؟ وهنا انشغل تفكيره بحاجات تانية بعيدا عن المخطوطة. النوم شيء مريح، وبالذات لو الشخص اللي نايم مرهق من الصبح. يوسف نام زي القتيل، وهو من النوع اللي لو ناموا كانوا زي الحجر، لا بيتقلب ولا بيتحرك. يوسف حلم انه قدام عرش كبير مطعم بالذهب، وحوالين الكرسي ده اللي مطعم بالذهب شايف نار بتشتعل في مكان ومكان تاني تهدى، بعدها تهدى في الجنب اللي كانت مشتعلة فيه وتشتعل في المكان التاني. فبص حواليه لقى انه واقف قدام العرش، والمية محاطة بيه من كل الاتجاهات. وفجأة سمع صوت بيتردد من حواليه بيقول بصوت فحيح شبه صوت التعابين: هليع يا من تسمعون في وادي القرنين، بحق سيدكم وبحق مقبلكم، فقوا قيد ابن زعات، فقوا قيد ابن زعات، فقوا قيد ابن زعات، فيدعى آتما واسماعيل، بق حتى إذا أحضرتم أحرقكم المولى، بحق وسيل مشموعهم، شرطائيل مهقامي، نخيشما بهدار مخلبي. فضل الصوت يردد الكلمات ده لحد ما انتهى منها. وهنا يوسف سمع صوت احتكاك جسم معدني، كأنك جبت سلاسل حديد ورميتها على الأرض. المشكلة ان يوسف عرف انه بيحلم من بداية الحلم، وحاول يصحى اكتر من مرة لكنه متقيد في مكانه. حتى وهو عايش في الحلم فضل عقله يفكر، سمع الكلام ده فين؟ سمعها فين قبل كده؟ كان بيفكر والحلم ماشي في نطاقه الطبيعي، وكأنه بيتفرج على فيلم في السينما، وليه الحرية انه يخرج من السينما في اي لحظة. لكنه حاول الخروج من الحلم ولكن مفيش فايدة، وشاف في الحلم 4 رجالة ماشيين في اتجاه الكرسي المذهب، وهم ايديهم ورجليهم متربطين بالسلاسل وماشيين وكأنهم في حالة من التنويم المغناطيسي. فضل يوسف يتابعهم بعينه لحد ما شافهم وهم واقفين قدام الكرسي. كانوا ال4 أشخاص مختلفين في أشكالهم، ولكن اجتمع على وشهم الحزن، كأنهم ارتكبوا جريمة أو أذنبوا ذنب. كان بيقول لنفسه يا ترى امتى هينتهي الكابوس المرعب ده؟ وبعدها شم ريحة شياط، يا ترى الشياط ده جاي من مطبخهم وريحته دخلت الحلم، ولا مناخيره ممكن تشم تأثيرات الحلم؟ فالحقيقة ما فكرش كتير،
عشان شاف منين جايه ريحه الشياط. شاف الاربعه المربوطين بسلاسل وهم بيعرقوا جامد، وبعدها طلع من جسمهم دخان ووشوشهم بتسيح. كان مشهد مثير للاشمئزاز اكتر من انه مرعب. وشوشهم بتسيح وبتتحول لسائل لزج بيقع على الارض ببطء. وهنا حس يوسف بالحر، ولكن الحر اتحول لنار، نار شديده، حاسس انها بتحرق جلده، حاسس انه بيسيح وبيفقد القدره على التنفس، حاسس انه بيموت. قرا زمان ان الانسان اللي بيموت في الحلم بيموت في الواقع. صحي يوسف اخيرا من الكابوس، فضل للحظات بيبص بعينيه لسقف الاوضه وهو بيقنع عقله انه بخير وان الحلم خلص من مده. طب يا ترى هل حد من البيت سمع صوت صراخه بعد ما صحي من الحلم؟ طبعا لا. في الافلام لما بيصرخ البطل بيشوف ان الكل بيتخض ويدخلوا من الباب ويهدوه، اما هو دلوقتي باين انه لو مات مدبوح محدش هيحس بيه. نام يوسف تاني وصحي على صوت تليفونه وهو بيرن، وفجأة افتكر مواعيده مع حبيبة واحدة وقام بسرعة وشال الغطا من عليه ودخل الحمام واتوضى وصلي. كانوا اللي في البيت كلهم صحيوا من النوم، أمه وأخته، لكن أبوه في دولة من الدول الأوروبية بيشتغل هناك من 10 سنين وبيرجع كل سنتين يقعد شهرين في مصر بعدها يمشي تاني. نرجع تاني ليوسف. بعد ما خلص صلاة بيبص في الساعة لقاها 7:15. هيقعد يستنى حبيبة ترن عليه عشان يعرف انها هتكون موجودة في الكلية بعد ساعتين ولا ايه. وهنا افتكر الحلم المزعج ده مرة تانية. يوسف من النوع اللي ما بيفتكرش احلامه، وهو بيقول دايما انه مش بيحلم، ولكن ده غلط بالفعل. فبمجرد نومك تبدأ احلامك، ولكن بعض الناس مش بيفتكروا احلامهم فبيفكروا ان هم ما بيحلموش. ويوسف كان من الفئة دي اللي مش بيفتكروا احلامهم، ولو افتكروها بتبقى احلام شبه احلام القطط اللي بتطير وهي بتضحك، او يحلم انه بيضرب شخص بيكرهه، لكن عمره ما حلم بنوع الكوابيس ده قبل كده. كابوس ثلاثي الابعاد مليان بالاحاسيس السمعيه والبصريه والجسديه. ده شاف عرش او كرسي كبير مطعم بالذهب في الحلم، فده معناه انه هيمسك حكم البلاد. ومعناه ايه اللي سمعه من الكلمات وهي بتتردد؟ الكلمات دي ببساطه احدى كلمات المخطوطه، ولكن المشكله انه ما حفظهاش. فازاي عقله يجيبها في الحلم ويدمجها بالمشهد ده؟ هو كان هيتقبل الفكره لو كان حافظ الكلمات دي كويس، لكن ده حتى ما قراهاش غير مره واحده بس. اما الاربعه اللي ظهروا فممكن يكون عقله ربط بينهم وبين الاربع فقرة اللي في المخطوطه. هي دي الحاجه الوحيده المقنعه في الموضوع ده. هو قرا المخطوطه واتاثر بالاربع فقرة، وعقله اتكفل انه يتخيل اشكالهم ويظهرهم في الحلم. لكن ليه يتخيل اجسامهم وهي بتسيح؟ مش ممكن يكون عقله عمل كده من نفسه؟ عشان لو عقله كان اتاثر بالاربع فقرة اللي قرا عنهم في المخطوطه، فده معناه ان عقله هيخليه يتخيل ان 3 بس اجسامهم بتسيح، لان الرابع هرم حسب نص المخطوطه. في ثغره في الحلم ده مش فاهمها. كان اللي محير يوسف فعلا مساله العرق والسخونه الشديده اللي حس بيها لما صحي من الحلم. هو كان في الحلم بيتحرق ويسيح زيهم، بس ازاي يخرج الاحساس ده للواقع الفعلي؟ يوسف سمع تليفونه بيرن، وكانت حبيبه اللي بترن عليه عشان تقول له انها موجوده في الكليه. المهم يوسف خلص ونزل راح للكليه عشان يقابل حبيبه، بعدها يقابل صاحبه عشان يشوفوا هيعملوا ايه. قابل حبيبه وحكى لها حكايه المخطوطه كلها من ساعه ما اشتراها من الراجل العجوز لحد الحلم اللي حلم بيه. حبيبه قالت له انت عايز رايي وتوعدني انك هتعمل بيه؟ يوسف قال لها بالتاكيد، اوعدك اني هعمل بيه لو اقتنعت بيه. حبيبه قالت له اخلص من المخطوطه دي وارميها وانهي الموضوع ده، صدقني مش هتستفيد منه حاجه. بص يوسف في الارض وهو بيفكر بجديه انه يتخلص من المخطوطه، او على الاقل يديها لحد تاني يقدر يستحمل مسؤوليتها. بمجرد ما خلص مع حبيبه كانت الساعه داخله على 2، فراح بسرعه عشان يقف قصاد المدرج اللي اتفق مع احمد يقابله عنده. قابل احمد وطلعوا بره الجامعه وفي طريقهم لشارع الهرم عشان يقابلوا خال احمد زي ما كانوا متفقين. وقف يوسف واحمد قدام العماره اللي وصفها له خاله في التليفون في شارع متفرع من شارع الهرم. طلعوا لحد ما وصلوا للشقه اللي كانت في الدور الثاني. رن يوسف الجرس، فتح له راجل في الثلاثينات. دخل يوسف واحمد للشقه وانبهروا من الشقه، بالرغم من ان العماره من بره بسيطه الا ان الشقه من جوه كانت في قمه الابداع والكرياتيفيتي. احمد قال لخاله انا عارف يا خالي انك مهتم بتاريخ الامم واساطيرها، والحقيقه احنا وقعنا في مشكله غريبه شويه. طلع يوسف من جيبه مجموعه ورق كان نسخه من المخطوطه الاصليه، كان طابعها من الكمبيوتر. ادى يوسف الورق لعماد خال احمد وبدا القرايه من غير اندهاش ولا باين على ملامح وشه اي حاجه من الاستغراب، وكان بيقرا بسرعه جدا لحد ما خلص قرايه وبص ليوسف واحمد بابتسامه خفيفه كده وقال لهم دي مخطوطه مدينه الموتى للشيخ ابن اسحاق، ازاي وصلت لك المخطوطه دي؟ يوسف قال له انت تعرف المخطوطه دي؟ ابتسم عماد وقال له قريت عنها في كتبي من سنين، اللي ماسكها دلوقتي دي
الصورة المخطوطة قديمة، فمنين جبت الصورة دي؟ بدأ يوسف يحكي له قصة ازاي وصل للمخطوطة في سور الأزبكية والمعلومات اللي جمعها من على النت، وطبعا شال موضوع الراجل الميت اللي باع له المخطوطة. لما خلص يوسف كلامه شاور لهم عماد عشان يدخلوا معاه أوضة من أوض الشقة، وهم ماشيين أحمد قال له أنت بتدرس السحر يا خالي؟ وقف عماد للحظة وقال له أنا هقول لك على المجالات اللي حاولت أدرسها. دخلوا أوضة فشيخة شكلها جامد جدا، أوضة فيها كمية كتب مش هتشوفها في حياتك قبل كده. عماد راح لرف من الرفوف وفضل يدور بصباعه على حاجة بين الكتب، وهو بيقول لما كنت طفل كنت بملك القدرة على القراية بدري جدا، ولما بقى عندي 13 سنة كنت بشتري بمصروف تجميعي كتب كل شهر، كتب بتتكلم عن حاجات غريبة، لحد ما وقع في ايدي كتاب عن السحر وتحضير الجن، وبدأت في محاولة تحليل العبارات والكلمات اللي مش مفهومة اللي بيتم بيها استدعاء الأرواح في الكتاب ده. فجه في بالي انه في الوقت ده انه تقريبا في كتب بلغات تانية توصلني لتحليل العبارات دي، وقررت ان اتعلم انجليزي عشان تزيد قدرتي على قراءة كتب باللغة الانجليزية. ومن هنا بدأت بالتردد على مكتبات الجامعات المصرية والقراية في كل المجالات اللي ما تتخيلهاش، من كيمياء الفيزياء لمقارنة أديان، وكنت أفضي كل المعلومات اللي أحتاجها في هيئة أبحاث على ورق أحتفظ بيها لحين احتياجي ليها. وفي السنة الثالثة من كلية الحقوق كنت بتقن التحدث والقراية بالإنجليزي والفرنسي والفارسية والألماني والإيطالي والعبري والروسي واللاتيني والسرييني، وتحليل جيد للرموز الهيروغليفية والقبطية. ساعدني على ده إن والدي الله يرحمه ما بخلش عليا بالفلوس عشان أدرس اللي أنا عايزه، بالرغم من اعتقاده إني بدرس إنجليزي وفرنساوي بس. المهم كنت بدور في كل الأوقات عن جوهرة بين الرملة، حاجة تخليني مميز عن الكل. وهنا افتكرت السبب اللي خلاني ابدا دراسه كل اللغات دي، افتكرت كتاب السحر اللي ما قدرتش على فك رموزه لما كنت صغير، فقررت ان اركز كل مجهودي على دراسه كل ما يتعلق بالسحر والجان والارواح. فلقيت نفسي خلال سنتين بدات اوصل لحقائق غريبه حوالين الحاجات الغريبه دي، وبدات في تحليل كل ما وقع تحت ايدي عشان اميز بين ما هو اسطوري وما هو حقيقي. وبدات في التجارب لحد ما جه اليوم اللي حصل فيه الحادثه في بيتكم يا احمد، وحبيت ابعد عنكم عشان ما اضركمش بابحاثي. كانت اخر جمله قالها عماد وهو ماسك في ايديه 3 كتب بالعربي والفرنسي، حطهم على مكتبه وقال بالنسبه لموضوع المخطوطه ده فهو موضوع شائك جدا وانا ما اعرفش عنه غير القليل قوي، وده عشان ما اتكتبش عنه الا القليل قوي. ففي راجل فرنسي اسمه ميشيل اماديوس، وهو من علماء الاثار الفرنسيين اللي كانوا موجودين في مصر في الفتره ما بين 1822 ل 1835. بيقول ميشيل انه كان ليه اصدقاء من الجنوب بيقعد معاهم على طول، وفي ليله من الليالي كان قاعد مع واحد صاحبه اسمه حسن وقال له انه محتفظ بحاجه قيمه جدا، مجموعه ورق فيها قصه لحد من الرجال. جاب حسن الورق ده وقراه لميشيل، مش فاكر قوي الكلام اللي كان مكتوب، ولكن افتكر انها تخص راجل اسمه احمد بن اسحاق، وانه باين انه راح من الصعيد للقاهره لكن قابل قريه مصريه في رحلته، وقابل روح راجل ميت من سنين عرفته باسرار استدعاء الارواح لتحكم العالم، واديته ورقه مكتوب عليها نص طريقه ونص الاستدعاء. وحاولت اقنع حسن يديني الورق ده لكنه رفض وقال له دي امانه من راجل اداها له ما يقدرش على خيانتها. بعدها بص عماد يوسف وقال له ما اخفيش عليك، انا قريت الكلام ده وعرفت ان في جزء صحيح في كلام الراجل وفي جزء جه من ثقافته، وخصوصا في موضوع الارواح والسيطره على العالم، لان المعتقدات دي من المستحيل تكون موجوده في العقل الاسلامي في الوقت ده. ولكن حبيت اتاكد، فعرفت ان في عالم عربي ما اهتمش بيه التاريخ كتير بسبب ضياع كتبه كلها تقريبا، والعالم ده اسمه احمد بن اسحاق البغدادي. طيب لو عايز تعرف ايه اللي حصل بعد كده ما تنساش تعمل لي سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان اول ما ارفع الحلقه الجايه توصل لك على طول. وبطلب منك لو الفيديو ده عجبك تعمل لي لايك وشير للفيديو، واكتب لي في التعليقات حابب نتكلم عن روايه ايه في الحلقات اللي جايه. مش عايزين ننسى الحلم يا فنانين، مليون فنان جوه الملخص. انا اشرف طه ودي الملخص.